السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب، اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله بمشيئة الله كده ومشيئة الرحمن هنعمل الفيديو بتاعنا العيش البلدي الفلاحي للمبتدئين. كل حاجة ان شاء الله بإذن الله. لو انت مبتدئة خالص ولسه ما عملتهوش ولا مرة، ان شاء الله بإذن الله كل المعلومات هتلاقيها هنا اللي هتساعدك انك انت تعملي العيش البلدي بكل سهولة ان شاء الله. وهقول لك ازاي انت ما تقطعيهوش وينشف منك، او مثلا لو هو شقق منك من على الوش هقول لك تعالجيه ازاي. وهقول لك برضو لو العجينه طريه هقول لك تعالجيها ازاي لو انت جيتي تقطعي ولقيتي العجينه طريه. وكمان هقول لك ايه افضل انواع دقيق تزودي بيها للعجين بتاعك، يعني تحطي مقدار قد ايه لكل زواده منهم او لكل نوع منهم دقيق، اذا كان شكاير او قمح بلدي او زيرو. ان شاء الله باذن الله اقول لك كل المعلومات ان شاء الله في الفيديو. وباذن الله باذن الله تلاقي نتيجه ممتازه زي كده ان شاء الله باذن الله، وتعملي احلى عيش باذن الله. يلا حبيبي نبدأ كده الفيديو ونسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك واصحابك اجمعين. عندنا هنا القطعتين الخميره دول، انا عامله القطعه فيهم حوالي 40 جرام، علشان انا كنت عاملاها لو انا هعجن بيها كيلو واحد دقيق. انا هعجن هنا معانا ما شاء الله اللهم بارك اكتر من 5 كيلو. طبعا عندنا ميه من الحنفيه، عندنا ملح، عندنا الخميره. انا عندي منها حته علشان خاطر الجو صيف، وجو الصيف ما بنحبش نزود خميره قوي، لان احنا لو زودنا خميره قوي لجو الصيف الخميره عندنا بتبشم العيش مننا. يعني ايه بيتبشم يا ام يوسف؟ للناس اللي سالتني، يتبشم يعني يخمر منك بزياده على الصواني لما تقطعيه وتيجي تخبزيه ما يقبش معاكي الخبز ويكون مخرم من فوق كده من على الوش. دي اول حاجه لما بنزود الخميره بيحصل كده. وكمان لما بنخلي الميه دافيه في الصيف برضو بيحصل نفس الكلام، بيتبشم مننا العجين لما نيجي نخبزه نلاقيه مبشوم مننا ويوسع على الصواني خالص كده ويغلبنا في الخبيز. تمام كده. وتيجي انك انت تلقطي الرغيف ما تعرفيش تلقطيه لانه على ما اتبشم يعني خد خمر زياده. معنى كلمه اتبشم يعني اخد منك خمر زياده. احنا بقى مش عايزين ناخد خمر زياده، لان جو الصيف الجو حر حوالين العجين، فمش مش محتاجه ان احنا نحط ميه دافيه او خميره زياده. في جو الشتاء بنزود خميره وندفي الميه علشان الجو بيكون ساقعه، فعلشان ندفي الجو حوالين العجين لازم نعمل كده. نزلنا بالدقيق بتاعنا بعد ما نخلناه. نوع الدقيق عندنا قمح بلدي خالص، ما فيهوش اي زواده تانية، لا زيرو ولا شكاير ولا اي حاجه خالص. خلينا العجينه متماسكه شويه زي ما انت شايفه كده، علشان برضو جو الصيف. لو جو الشتاء ما بخلاش متماسكه قوي، لان في السقعه بيخلي لي العجين يتماسك معايا اكتر، انما جو الصيف بيخلي العجين يفرش معايا ويسيح. علشان كده بقول نخلي العجينه في جو الصيف متماسكه شويه، في جو الشتاء نخليها طريه شويه. غدا غطينا العجين بتاعنا وسطرناه، ربنا يسترنا احنا وانتوا الجميع يا رب اللهم امين دنيا واخره. وغطيته حوالي ساعه ونص، وجينا هنا عند التقطيع. هنا انا بقطع عليه يا ام يوسف، انا بقطع على زيت. عايزه تقطع على دقيق قطعي على دقيق، انا بقطع على زيت، بحب اقطع على زيت بيسهل معايا الخبيز وفي الوقت نفسه ما بيخليش الوش يشقق معايا. هنا طبعا الحته اللي انا عملتها دلوقتي دي علشان خاطر بدي للعجين عرق زياده. انا لتيته كويس في العجن، بس برضو لما بيرتاح ويخمر وتديله الحته دي كده اللي احنا عملناها دي ما شاء الله اللهم بارك، بلم الطروف بس بتاعه العجين للوسط، ما بهبطهاش قوي لتحت. لو هبطت العجين قوي لتحت بيديني عرق زياده فيه ما بعرفش اريحه على المطارح. انما لما بلم بس حاجه بسيطه من على الطروف كده وابدا ان انا اقطع اسمي الله كده واقطع، خلاص على كده بيزيدوا عرق شويه وفي الوقت نفسه بيتخبز معايا سهل. تمام كده. هنا بقى طبعا عايزه تقطعي على دقيق قطعي على دقيق، تحطي الدقيق في الطبق مكان الزيت. لو انت لسه مبتدئه هتجيبي حته العجينه وتنزلي بيها على طول على الدقيق، وترجعي سويها بايدك اليمين والشمال مع بعضيهم كده، ايد ماسكاها وايد بتدورها زي ما بتعملي. طيب هو لازم تكون مدوره يا يوسف؟ ايوه لازم تكون مدوره، علشان خاطر لما تيجي تخبزي الرغيف وترميه في الفرن وعلى المطرحه كمان يكون مدور معاكي. لان انت لو خبزتيه لو قطعتيه ما هوش مدور وحلو كده فبيتخبز معاكي بيكون ليه مبوز كده، ليه اطرف كده زي المثلث كده والمربع، ما بيكونش مدور زي الدايره الحلوه كده. تمام. يبقى انا لازم اضغط على نفسي واخليه مدور في ايدي زي الشكل اللي انت شايفاه كده بالظبط، علشان الرغيف يفضل مدور معايا ما اقعدش اعدل فيه وانا بخبز. لان انا لو ما قطعتوش مظبوط زي ما انت شايفه وخليت المسافات دي بينه، هاجي اخبزه الاقي حته مبوزه كده وحته زعلانه كده، فهضطر ان انا افضل اساوي فيه. تعالي بقى هنا كده سيبناه حوالي ربع ساعه بس، وجينا عند الفرن بتاعنا.
ولعنا الفرن وتأكدنا ان الانبوبة تمام وهتكمل لنا العيش بتاعنا تمام. بدأنا جبنا حتة قماشة وحبة مية بعد ما ولعنا الفرن حوالي 5 دقايق يسخن كويس من فوق ومن تحت، وخلينا النار عالية يعني مش عالية قوي علشان ما تلهلبكيش وانت قاعدة قدام الفرن، المعقول اللي هو المعقول اللي في الوقت نفسه تخلي لي الرغيف منور وفي الوقت نفسه ما تضرنيش. كده جبت القماشه بتاعتي وشويه ميه كده والنشو بتاعي او العصايه اللي انا بصلح بيها الفرن، ومسحتها مره واتنين وتلاته لغايه ما حسيت ان الفرن خلاص نضف والقماشه بتدخل جوه وتطلع نظيفه. ده كله بيكون صماد ورماد مكان التسويه قبل كده. قمنا بقى غسلنا ايدينا وجبنا الدقيق العجين بتاعنا، وجبنا حبه دقيق من اللي احنا بنعجن منها او حبه دقيق من السن اللي بيطلع من القمح اللي هو العلامه التانية او التالتة. بيطلع لنا 3 اشكال لما بنودي القمح، علامه اولى اللي هي الدقيق الابيض اللي احنا عاجنينه، علامه تانية اللي هي السن، علامه ثالثه النخاله اللي احنا فرشينها على الصواني دي ومقطعين عليها، دي نخاله. طيب انا ما عنديش نخاله يا ام يوسف، روح اي محل بتاع اعلاف وحاجات من الحاجات دي هتلاقي فيه النخاله الناعمه والنخاله الحرشه. النخاله الحرشه دي طبعا بتاع الاعلاف، اما النخاله الناعمه بتاعه الخبيز. تمام كده. طيب انا كده عايزه ازيد على القمح بقى حاجه، مش هعمل قمح صافي. لكل 5 كيلو قمح زودي 1 كيلو واحد بس زيرو، علشان لو زودت زيرو بزياده هيجيله عرق بزياده ويغلبك. هنا انا حطيت حبه دقيق على النخاله قدامي وبدات ارش منها على المطارح. تمام كده يا ام يوسف. ليه؟ علشان خاطر الرغيف بتاعي ما يلزقش في المطرحه، وعلشان تاني حاجه اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب اللهم امين. وتاني حاجه علشان الرغيف بتاعي ما يكونش فيه نخاله ماسكه فيه من تحت واجي اكل نخاله مع العيش. تمام كده. تمام كده. هنا حبايبي بقى بنخبز على مطرحتين. ليه يا ام يوسف؟ علشان انا لو خبزت الخبيز على مطرح واحده الرغيف ان انا قطعه كبير، عبال ما اخبزه واخلصه وارميه في الفرن هيكون رق من الوسط. تمام كده. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب العالمين. انما انا لما اخبز على مطرحتين بحاول ان انا اريح الرغيف شويه من هنا لهنا، فبيبدا رح جديد وبيبدا مطرحه جديده وبيبدا كمان نخاله جديده، بيبدا الرغيف ياخد حاله من جديد، يعني يبدا كاني لسه شغاله معاه جديد، فابدا اوسع فيه اكتر ويكبر وابدا ارميه في الفرن. يبقى كده ما فيهوش لبه عجين من الطروف، وفي الوقت نفسه الوسط بتاعه مش رقيق، يعني هو كله ميزه واحده زي بعضيه، بس ما فيهوش لبه عجين من الوسط. لان انا لو خبزت كل الرغيف على مطرحه واحده لغايه ما اجي ارميه في الفرن هيكون رق معايا بزياده من الوسط، ومن الطروف يكون تخين ويكون فيه كله لبة عجين زي ما انتوا بتقولوا كده. احنا مش عايزين فيه لبة عجين. العيش ما شاء الله اللهم بارك من اول صينيه لاخر صينيه هوريكي شكله ازاي هو بيلمع من الاول للاخر، ما فيهوش اي حاجه خالص على الوش. ليه يا ام يوسف؟ علشان خاطر انا لما بقطعه بحطه في مكان ما فيهوش هواء، حتى لو انا مشغله المروحه صيف او شتاء بقفل المروحه، في الشتاء بقفل الباب عليه خالص علشان لو فيه نسمه هواء في الجو ما تنشفليش وش العيش، لان انا لو حاطاه في مكان فيه هواء لازم وش العيش هينشف، حتى لو ما نشفش لغايه ما ابدا خبيز، لغايه ما اجي ابدا اخر صينيه هلاقيها كلها شققت من على الوش وشكلها مش كويس ومش هتعجبك، وهتيجي تلقطيها ما تبقاش بالمنظر ده، وكمان هتيجي تخبزيها ما تبقاش بالمنظر اللي انت شايفاه. تمام كده. طيب انا شقق مني بقى وخلاص يا ام يوسف، اعالجه ازاي؟ وحطيته في هوا وما كنتش اعرف. هتجيبي حبه ميه في كوبايه جنبك ولا في طبق وتبلي ايدك وتحطيها على وش الرغيف وهو على الصينيه مكانه كده. تمام، يعني هتبلي ايدك ميه وتشيليها تحطيها على وش العجين زي ما انت شايفه الخبيز على الصينيه بس، وهو مكانه كده، وسيبيه دقيقه وابدأي يخبزيه. هيتعدل معاكي، يعني هيبقى في الوسط، لا هو ناشف قوي ولا هو صحيح زي البدايه، بس هيكون معقول، يعني هيتخبز معاكي كويس وهيبقى كويس ما شاء الله اللهم بارك. نتيجه ممتازه وحلوه قوي. ده قمح بلدي. لو هتزودي زيرو ما تزوديش كميه كتيره قوي علشان ما تخلوش يغلبك في الخبيز وما تعرفيش تريحيه كويس على المطرحه. احنا عاملين فيديوهات قبل كده ما شاء الله اللهم بارك على القناه، لو انت جديده وحبيتي تاخدي لك جوله كده في القناه هتعجبك. عاملين كل حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك على القناه، وكلها فيديوهات ممتازه وكلها يعني حاجه كده موضع ثقه، ما احناش بنعمل كده وخلاص اي حاجه، الحاجه ان ما كنتيش تستفادي منها انا مش بنزلها لك اصلا. هنا بقى بنكمل نفس الخبيز، دي يعتبر تاني صينيه ونفس وش الرغيف زيه بالظبط. انا بحب لما اخبز بحب ان انا ابدا ارقم كل الصواني بتاعتي. ليه يا يوسف؟ علشان خاطر اسوي كل واحده في دورها، يعني الاولى اسويها الاول، التانية اسويها بعديها، التالتة نفس الكلام. لو انا عامله بقى كتير خالص ببدا برضو ارقمهم علشان ابقى عارفه من اول صينيه لاخر صينيه اسويها في وقتها. لو انا خدت الصينيه الاخيره وسبت الصينيه الاولى هطيب الصينيه الاولى
اللي هي الاخيره اللي انا خدتها الاول دي هطيبها، ما اكونش مرتاحه قوي وما اكونش مختمره، والاخرانيه لغايه ما اوصل لها هتكون اتبشمت مني، يبقى انا بوظت ده وبوظت ده. لا، ابدأ التسويه من اول صينيه انت مقطعاها علشان خاطر تكون هي تسويتها صح وتكون ارتياحها على الصينيه صح. لازم العجين اريحه على الصينيه. طبعا بسيبه يخمر في المعون بعد ما بعجنه، ولازم بعد ما اقطع يرتاح على الصينيه. لو انت شغاله في الشتاء هتسيبيه نص ساعه على الصواني وترجعي تشغلي الفرن بتاعك وتبدأي خبيز. لو انت في الصيف هتسيبيه ربع ساعة بس وتشغلي الفرن برضو بتاعك وتجهز المطارح بتاعتك والنخالة والدقيق والحاجة، ويبدأ يخبزي بعد الربع ساعة. تمام كده. علشان جو الصيف بيكون حر، ما تقوليش هشغل المروحة على الخبيز علشان ترطب له الجو، لا، المروحة هتخلي وشه يشقق معاكي ويبقى شكله مش كويس خالص من فوق. تمام كده. هقولك برضو تخزينه تخزنيه زي لو انت عامله كميه كبيره، بس طبعا لو انت مبتدئه اعملي كميه قليله علشان خاطر ما تبقيش عاتله همهم او انت شايله حاجه تقيله على قلبك كده، لا، اعملي كميه قليله، لما تخلصيها اعملي غيرها. ابدأي بكيلو واحد، عاملين ما شاء الله اللهم بارك على القناه فيديوهات للكيلو الواحد، وعاملين للاتنين كيلو والتلاتة كيلو والخمسة كيلو وعاملين كيلو ونص، كل حاجة على القناة اطلبيها بس كده. مقدار الكيلو للدقيق لأم يوسف في الريف هتلاقي كل حاجة جاتلك بإذن الله. تمام كده. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك بنكمل كل الكمية بتاعتنا، بس انا كله عايزة اوريكي تالت صينية شكلها عامل ازاي ورابع صينية، وكل الصواني عايزة اوريكي وشها عامل ازاي. الرغيف لو مقبش معاكي ما تزعليش منه، المهم يكون ريحاه كويس على الصينيه لما تيجي تاكليه اهو. شايفه ميزه واحده، ما فيهوش حته تخينه وحته رقيقه، بس ما فيش مشاكل ان هو ما يكونش قب معاكي. شايفه هنا الصينيه ما شاء الله اللهم بارك دي تالت واحده. زي ما انت شايفه كده، ممكن تكون الرابعه كمان مش التالته. قبل الاخرانيه لان احنا عملنا 5 صواني ما شاء الله اللهم بارك. دول يعني الصينيه دي ما شاء الله زي ما انت شايفه وشها هوريهولك الوقت اهو، بيلمع زي ما هو، ما فيهوش اي حاجه خالص على الوش. والاخر صينيه لو عامله 10 بمشيئه الله او 20 كمان عمره ما يشقوا منك طالما حطاهم في مكان ما فيهمش هواء. تمام كده. ابدأ كملي بقى كل حاجتك. طبعا لما بتقطعي وتخلي مسافه بين الرغيف والرغيف شايفه بيكون سهل معاكي، وانت بتلقطيه من على الصينيه بيكون سهل معاكي، انما لما بتقربي قوي بيبدأ يلمس بعضيه كله ويغلبك وانت بتلقطيه. غير كده كمان انك انت لما بتخلي العجينه متماسكه شويه في الصيف بتبقى سهله معاكي في الخبيز، وسهله معاكي انك تشيليها من على الصينيه. يعني كل الحاجات دي لازم واحده واحده، وباذن الله الكل اتعلم. ناس كتيره ما شاء الله اللهم بارك معانا اتعلمت، وناس اكتر باذن الله هتتعلم، وربنا باذن الله يجعل في ميزان حسناتنا كلنا باذن الله. كل اللي ترد على معلومه او تكتب معلومه او تقول اي حاجه كله ان شاء الله مردود له باذن الله عند ربنا سبحانه وتعالى. هتبدأ بقى تكملي نفس الكلام. الفرن بتاعي الوشين بخليهم عاليين، اما تحت بظبط بس القعر واخليه بحيث ان هو ما يكونش عالي قوي من تحت ولا واطي قوي. ليه يا ام يوسف؟ علشان خاطر لو عالي قوي او واطي قوي، عالي قوي هيحرق لي قعر الرغيف، واطي قوي هيكون نفس الكلام، هيخلي لي قعر الرغيف ني والرغيف بتاعي ما يقبش معايا. يبقى انا لما بريح الرغيف على المطرحه ما بوسعوش قوي، لان انا لما بوسع قوي على المطرحه او ملابه المطرحه قوي ماشي هيبقى كويس بس مش هينفخ معاكي على المطرحه. اظبطي كده حاجتك، واللي انت عايزاه كله اكتبيه في التعليقات وانا هرد لك عليه باذن الله كله، مش هخلي لك ولا اسال ان شاء الله بمشيئه الله. بس يسمي الله كده وانت بتعملي حاجتك، وربنا ان شاء الله يوفقك ويوفقنا ويوفق الجميع باذن الله. نوع المطارح للناس اللي سالتني، نوع المطارح دي احنا جايبينها من الاسواق، هي نوعها من الجريد، نوعها من الجريد بتاع النخل بتاع البلح. كل سنه وانتم طيبين، احنا في موسم قطيع البلح. دي بتبقى من نوع الجريد اللي هو بتاع النخل بتاع البلح، بيكون اخضر، والناس بتقطعه ليه ناس مخصوص لشغلهم، معاهم ادوات مخصوصة بتشتغل بيها، بتعمل نفس الكلام كده نفس المطارح. كمان المرص اللي احنا حاطين عليه العيش جنبكم برضو ده هو ده برضو من نفس الجريد برضو. بيعملوا قفاص، بيعملوا حاجات كتيرة من نفس الاشكال، بيعملوا كراسي، وبيعملوا كل حاجة من نفس الجريد. هو شغلهم، هي وظيفتهم كده. تمام. هتلاقيها في الاسواق، لو انت سألتي عليها هتلاقيها في الاسواق. هي سعرها من ممكن معاكي من 5 جنيه اللي هي الصغيرة خالص بتاعة الافران، اللي هي زي بتخبز عليها خبز للافران، اصغر من اللي على الصينية دي. معاكي ال25 جنيه حسب انت عايزاها بكام. في بقى طبعا اللي ب100 و150 دول بتوع البتاو، دول كبار خالص اللي احنا بنعمل بيهم برضو البتاو على القناة، البتاو الصعيدي. عندكم برضو كام فيديو على القناة لو حبيتوا برضو تخشوا تشوفوه. علشان الناس اللي سألتني بس انت بتجيبها منين يا يوسف، انزلي اي سوق قريب منك واسألي اي حد بيبيع مطارح هتلاقي عنده. بتبقى مع مطارح والحاجات اللي هي تبع الجبنة اللي هي الحصيرة والحاجات دي يعني، فهمتني؟ هتلاقي بإذن الله في الأسواق. يعني خبزها بيكون سهل عن المطرح الخشب،
لان في ناس قالت لي احنا عندنا مطرحه خشب اللي هي مخرمه دي، دي بتكلبش في الرغيف شويه، بتمسك فيه شويه، ما بتخليش تطلع لك نفس النتيجه اللي انت هتشوفيها دلوقتي. كده خلصنا العجين بتاعنا والعيش بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. كميه قد ايه يا ام يوسف؟ لان في ناس بتسالني ال5 كيلو عملوا كام رغيف. كام رغيف دول حسب ما انت هتقطعيهم قد ايه. تقطع رغيف صغير، رغيف متوسط زي كده، رغيف اكبر من كده، انت بقى حسب تقطيعك انت بتعد معاكي. ممكن الرغيف يجيب لك 8 الكيلو يجيب لك 8 ترغيفه. شايفه العيش ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نتيجه ممتازه وحاجه 10/10. ده قمح بلدي صافي. نوع القمحيه بتاعته سخه وما شاء الله اللهم بارك، طحنينها في مكن كهرباء. شايفه الرغيف ما شاء الله اللهم بارك، طري خالص خالص خالص. حاجه بجد جميله. تحبي تاكلي بيه، تحبي تاكلي اللقمه بيه بنفس مفتوحه كده. حاجه نظيفه انت عاملاها في بيتك لاولادك، غاسله ايديكي، منضفه حاجتك، نخله دقيق، مطمنه لكل حاجه. علشان كده بقولك لو اتعلمتيه مش هتشتري من بره تاني خالص، لانه بجد بجد لما تاكليه من عمايل ايدك شكل تاني خالص عن ما تشتريه من بره. شايفه الرغيف ما شاء الله اللهم بارك. ببدا بقى اخد وش الرغيف في وش الرغيف، وظهر الرغيف في ظهر الرغيف، هوريكي دلوقتي. بس بعد ما بيبرد بقى، يعني بسيبه شويه لما يبرد، وببدا انفضه من الرده بتاعته او النخاله علشان ما احطوش في التلاجة. ببدا انفضه كده نفضه خفيفه كده، كل رغيف من وشه ومن ظهره، وببدا احط الوش على الوش والظهر على الظهر، وببدا في شنطه نظيفه تكون ناشفه ما تكونش مبلوله ميه. عايزه تشقيه نصين شقيه، عايزه تحطيه سليم كده انت وراحتك، حسب طبعا المكان عندك وحسب انت بتحبي ايه بالظبط. تمام كده. كده خلاص ببدا المه نفس الكلام كده واحطه في التلاجة او في الفريزر، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.